عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض فول رمضان، فول مدمس الجميل. آه اللي كلنا طبعا لازم نحط منه على السحور. اول حاجة معايا نص كيلو من الفول مغسول ما بنقعش الفول انا، ومعايا كوباية من العدس، ومعايا جزراية مبشورة، ومعايا ليمونية، وكمان فصين من الثوم، ومعايا معلقه صلصه، وطبعا الميه السخنه. هنا انا غاسله القدره بتاعه الفول او الفواله، غسلاها كويس قوي. انا على طول بستخدمها بصراحه، لاني انا بصفه مستمره يعني مش بستنى رمضان، بعمل دايما الفول في البيت. تمام. القدره بتاعتي دي بتشيل كيلو، بس انا بحب اعمل نص نص علشان ما يبقاش مكبس فيها يعني. ما يعجنليش في القدرة، فاهمين ازاي؟ لان الفولة بتزيد. وبعدين ما تغسلوش الفول يا جماعة، علشان القشرة بتفصل عن لحم الفولة نفسها. تمام. والفصين التوم دول حلوين جدا، بيودوا طعم الفول في حتة تانية والله، من غير ما تبهريه، وهو ني كده ممكن تاكليه يعني من غير ما تحطي ملح ولا اي حاجة عليه. والليمونه طبعا هنعصرها، مش هنحطها بقشرتها علشان القشره بتعمل مرار. اول حاجه نزلت بالفول بتاعي، وطبعا كوبايه العدس الصغيره غسلاها حلوه قوي. تمام. وبعد كده هننزل بالجزرايه وفصين الثوم. تمام. وهنركن الليمونه والطماطمايه دلوقتي على جنب. اوكي. هننزل بقى بكوبايه بالجزرايه سوري والفصين الثوم. وطبعا الميه السخنه بتاعتنا هنحطها، تبقي غليها كويس قوي. بس هنا هنعمل بقى الخطوة اللي هتدي للفول بتاعك لون خطير، من غير بقى كركم ومن غير بابريكا. هي معلقة صلصة او معجون الطماطم، معلقة واحدة بس. تمام. وهتقلبيهم في شوية مية سخنة من اللي هنحطهم على الفول، وهتعصري عليهم الليمونة، وتنزليهم بقى في قدرة الفول. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، احلى فول ده ولا ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب. هنعصر الليمونة بتاعتنا كلها، مش هنحط القشرة، ما تحطيش القشرة عشان بتدي مزازة كده في طعم الفول، ما بتخليهوش حلو. عايزة اقول لكم ان هو طلع زبدة في الاخر، زبدة مش فول. قلبناهم بقى كويس مع بعض قوي. المية كانت سخنة، الطبق كان سخن على ايدي جدا. وهننزل بقى بيهم على القمر بتاعنا في الفوالة. وطبعا المية سخنة، المية اللي بتتحط على الفول تبقى سخنة يا جماعة، وتبقى مغطية. اوكي. تبقى مغطية الفول تماما. هناخد بقى الفول بتاعنا، هنحط طماطمايه. تمام. مقطعاها انا اربع تربع كده. وهنروح بقى على البوتاجاز. رفعناه بقى على البوتاجاز اهو. انا بقى ما بغطيش الفوالة بتاعتي بغطا. اوكي. انا بغطي الفوالة بتاعتي ببراد قديم، ما بستخدمهوش، غسلاه كويس طبعا، وبحط فيه نص ميه. تمام. ليه بقى بحط فيه نص ميه؟ لان انا هحتاج ازود الفول، فمش كل شويه هسخن في الكتل الكهرباء وكده، فاهمين؟ فهحط نص ميه. هو اوريدي هتسخن الميه اللي فيه دايركت من السخونيه بتاعه الفول، وهو بيغلي ويطلع عليها. زي ما انتوا شايفين كده الفول بتاعنا هنا غلي خلاص. اول ما يغلي غلوتين كده، يعني بعد 10 دقايق بالظبط، هتروحي مهديه النار بقى شمعة. تمام. وتسيبيه بقى يستوي على نار هاديه. انا هنا بقى بوريكي لون الميه خطير ازاي. بصي، ما انتيش محتاجه تحطي كركم. الكركم مفيد وكل حاجه، بس مش مع اي اكله بيتحط يا جماعه. تمام. هنا بقى هنهدي وهنسيبه يستوي خالص براحه راحته. هو للامانه اخد معايا 3 ساعات. تمام. انا ما بحبش انقع الفوله لما بتنقعيها القشره بتاعتها بتفصل، وبيبقى شكله مش لطيف في التقديم. تمام. هنا بوريكي اهو لونه وشكله عاملين ازاي، حلو قوي ما شاء الله. هنغرف بقى منه. هنا كان استوى. هنغرف منه. شايفه لون الفوله، والفوله عامله ازاي. لما تروحي تشتري الفوله من عند العلاف او الماركت اللي انتي بتجيبي من عنده، لازم تقوليله عايزه انضف فوله عندك للتدميس، لان بيبقى الفول انواع يا جماعه. تمام. شايفه ميته ولونها
كهرمان، قمر خالص. اهو بقى هنا غرفناه. عايزة اوريكي بقى الفولة مستوية وخطيرة، زبدة زي ما قلتلك، زبدة. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وتنعاد عليكم الأيام في أتم صحة وأحسن حال. شايفة؟ زبدة دايبة، الفولة دايبة من غير نقع ولا أي حاجة. امشي بس على الخطوات كده مظبوط. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب رمضان يدخل عليكم كلكم وانتوا وسط ولادكم ووسط حبايبكم يا رب، اللهم آمين. أشوفكم في يوم جديد وكل يوم من بيت رانيا. ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم. مع السلامة.